مشاهدينا الاعزاء، اهلا بكم النهارده في حلقه جديده وحلقه من نوع مختلف. النهارده احنا في شاطئ البروفاج، كالعاده احنا كنا بنلعب راكت فيه، بس النهارده لينا لقاء مختلف ومميز مع اداره الشاطئ استاذ حسن يوسف. خلينا نرحب بيه الاول. اهلا بيك استاذ حسن. اهلا بك يا استاذه هبه. حضرتك منورنا النهارده في شاطئ البروفاج. ده نورك والله. ربنا يخليك. عايزين نعرف منك بقى باستفاضه كده تاريخ وقصه شاطئ البروفاج الجديد بتاعه، بدأ ازاي؟ بدأ ان هو دخلت شركة الغرابلي، عملت مشروع اللي هو الكوبري ده، فهمتني ازاي؟ قعدت فيه سنتين، بعد كده في شهر 4 اللي فات سلمته لنا. تمام. وبدأنا فيها انشأنا بقى في شماسي والكراسي، وجهزنا حمامات، وحدات خلع ملابس، بوابتين. المفروض كان عندنا 5 بوابات، بقى بوابتين، فهمتني ازاي؟ برضو بس بنعاني احنا. ليه بقى؟ في متخلفات اللي هي ايه بتاعت المشروع، اللي هي الطوب والزلط. المصيفين بينزلوا بيشتكوا، فكل ما بنجيبوا اللودر بنطلعوه عاوزين تصريح من حرس الحدود. يروحوا للمحافظه تقول لك روح حرس الحدود، ومش مدينا التصاريح ان احنا ايه نشتغل بكفاءه عاليه في الشاطئ. بس انا شايفه ان في توضيبات جامده يعني، تمام، والدنيا حلوه. دي كلها احنا اللي عاملينها، الشركه اللي عاملاها، الشركه المستغله الشاطئ هي اللي عاملاها. بس انا برضو شايفه ان لسه في تجهيزات تحت الانشاء لسه، يعني لسه في حاجات لسه ما خلصتش. لا، في حاجات لسه ما خلصتش تحت الانشاء، وفي مشروع تطوير في قلب الشاطئ هنا، فهمتني ازاي؟ وادينا بنطور اهو. تذكرته 25 جنيه. ايوه، فهمتني ازاي؟ مقابل الشمسيه والكرسي والترابيزه. يعني الزائر او المصيف بيدفع 25 جنيه، بياخد شمسيه، ترابيزه، ما بيدفعش اي رسوم تانية خالص. حمامات مجانا، دخول على الكراسي مجانا. هو ال 25 جنيه بس، يعني 4 افراد يدفعوا 100 جنيه ياخدوا شمسيه وترابيزه و4 كراسي. حبوا يزودوا كرسي تاني ولا حاجه بيبقى عادي من عندنا ده. اخبار الجستات اللي بتجيلك ايه؟ الناس اللي بتجيلك من بره، هل هي من فئه متوسطه ولا فئه عاليه؟ يعني اخبارنا ايه في ال 25 جنيه رسوم؟ كل الفئات عندي من الاقاليم، اسكندرانيه، مصاروه، بحيره، منوفيه، كده كله عندي يعني. كله تمام. تمام يعني. عايزين نعرف برضو مين معاك مسؤول عن الشاطئ، يعني لو في حد تاني مسؤول ولا انت لوحدك؟ يعني ورينا الفريق. في فريق كامل هنا. في فريق كامل؟ في مين موجود منهم دلوقتي؟ في الاستاذ مصطفى المدير المسؤول عن الشاطئ، والاستاذ جعفر موسى، فهمتني ازاي؟ في كذا واحد يعني متخصصين، ده على البوابه دي على البوابه دي. خلينا نعرف من الاستاذ حسن يوسف موضوع البوابات اللي هم كانوا 5 وبقوا 2، ايه قصتها؟ قصتها ان المفروض احنا لما سلمنا الشاطئ قبل المشروع ما ياخدوا مننا كانوا 5 بوابات، دلوقتي رجع بوابتين، فاحنا بنطالب على بوابه او بوابه ثانيه للجزء اللي ناحيه شاطئ ميامي. شاطئ ميامي مفيش بوابات، مفيش غير بوابتين النفق دول بس. مفيش الا دول، مش كافيين ان هم يدخلوا جميع الزائرين. بيعملوا ازدحام، الناس هي داخله وطالعه، انت شايفه انت وداخله في زحمه على البوابه، ناس داخله وناس طالعه، ما في تكدس. تمام. فاحنا عاوزين نحل القصه دي، ان ايه المحافظه تعمل لنا ايه بوابه او بوابتين، احنا هنعملهم على حسابنا احنا. تمام كده، بالسلم خشب او حديد، ونعملوهم على حسابنا. هم رافضين بقى، يقولوا لك روح روح المنطقه الشماليه، روح لشركه الغرابلي. بنروح، والمحافظ كان عندنا وصدق لنا، قال لك انا موافق على البوابات وهاتوا التصاريح بتاعتكم انا امضيها لكم. الشركه الغرابلي مش موافقه، ليه مش عارف بقى. طب عايزين برضو نتكلم برضو عن الاستاف المسؤول عن دخول الجستات، يعني زي الناس اللي ماسكه التذاكر والناس اللي شغاله على الشواطئ. تمام. عايزين نتكلم عنهم، يعني موعدهم ايه ودنيتهم ايه في العمل. مخصص على كل بوابه 4 افراد، تمام كده، اللي هم الدخول، واحد قاعد على التذاكر، واحد بيحصل الفلوس، واحد تاني بيخرج الناس، واحد تاني بيعد الناس. عندي استاف تحت بيقابل الزبون بيقعده، ده بدون اي مقابل ولا اي خدمه، احنا بنديله مرتبه. موعدهم ايه؟ يعني بيقعدوا 8 الصبح ل 8 بالليل. من 8 الصبح ل 8 بالليل بمرتبات مجزيه، مش عايزه اعرف كام، بس هل هم مرضيين؟ مرضيين. بس انا بشوفهم بيتعبوا جدا الصراحه، من الصبحيه ربنا في الشمس لغايه بالليل. لا، الشركه محدده لهم مرتب شهري. تمام. وساعات بقى الزبون اللي نازل بقى هو بيديهم حاجه قهوتهم بتاعهم، ما بياخدوها، ده رزقهم دول، ما نقدرش نعرض فيه.
بلا مؤاخذه بيلموا الكمامه، بيفردوا الشماسي، بينضفوا الشاطئ زي ما انت شايفه. تمام. فهمتني ازاي؟ تحب توجه رساله للمسؤولين او لاي حد انت عايز توجه له رساله دلوقتي، تقول لهم ايه؟ اقول لهم ان انا ده شاطئ مساحته 750 متر، ما ينفعش فيه بوابتين. صح. شاطئ 750 متر ما ينفعش فيه طوب وزلط ورمله في الميه. صح. واروح اطلع تصريح ان انا اشيل الحاجه دي، ما حدش مديني موافقات، قلت على حسابي. حرس الحدود يقول لي لا روح لحمايه الشواطئ، حمايه الشواطئ تقول لي روح للمحافظه، المحافظه تقول لي روح لشركه الغرابلي. فانا مش عارف اروح فين. وانت لو نزلت عندي مصيفه انت واولادك هتنزلي الميه ما عنديش اولاد، ما عنديش اي حاجه، انا لسه سنجل. فهمتني ازاي؟ انا كممثل كاسره نزلت مع 4 افراد مثلا او 5 افراد يلا هينزلوا الميه يطلعوا رجلهم متعوره بالطوب؟ لا طبعا. بنعاني من القصه دي، بنعاني جامد من القصه دي. كل يوم الاستاف اللي هنا بيطلع طوب من الميه ويطلع ورد. خلونا برضو نسمع اراء بعض الزائرين من داخل شاطئ البروفاج. نتعرف بيكي؟ انا مدام هانم او الحاجه هانم لطفي. تمام. ايوه. حضرتك زائره النهارده معانا في البروفاج من بدري، يعني بتيجي الصبح؟ بقى جايه من الصبح من الساعه 8. من الساعه 8. من محافظه ايه؟ انا اسكندريه. انت من اسكندريه؟ من هنا من 45. اول مره تيجي الشاطئ؟ اول مره. بس كنا بنجي يعني قبل كده، بس دلوقتي فعلا زي ما هو قال الزلط في الميه دي هي دي اللي ايه بتضايق طبعا الناس الاطفال اكتر حاجه. انا ما بنزلش ماشي، بس يعني عندي ولاد اخويا واولادنا نزلوا الزلط يعني يتعود. كان الاول ما فيش كده طبعا، بيقول لك من ساعه ما التوسعات، بس هم ما نظفوش الشاطئ. بس استاذ حسن قال لنا هيحل لنا المشكله دي باذن الله. ايوه ممكن ان شاء الله، نتمنى. عايزه تضيفي حاجه تانية؟ خدمات الشاطئ اخبارها ايه معاكي؟ لا هم لا ممتاز. يعتبر افضل الشواطئ في اسكندريه. غالي شويه يعني؟ لا هو مش غالي، لان هو بيتكلم في خدمه. يعني هو انت بتدفعي تيكت 25 وبتخشي بتاخدي شمسيه، كراسي، ايا كان عدد الافراد، الحمامات مجانا. تمام. الخدمه انا شايفه ان ده مش كتير على 25 جنيه. حقيقة فعلا يعني كل حاجة مجانا. ممكن تخش مكان تاني مش هتلاقي الدنيا مكدسة، وفي نفس الوقت مش هتلاقي الخدمات اللي انت بتلاقيها. هم بصراحة لا يعني معانا اخر ذوق. شكرا لحضرتك، احنا اتشرفنا بيكي جدا ويوم سعيد ان شاء الله. واحنا اسعد بيكي، وان شاء الله نشوفوكي فين بقى، في انهي قناه؟ انا متنقله، احكيني في اماكن قناه بتاعتك هبه اف ام. هبه اف ام. ورجعنا لكم تاني، وخلينا نكمل حلقتنا من على شاطئ البروفاج مع استاذ علاء ابو زيد، المسؤول عن الشاطئ والبحر والبدلات وكل ما يشمل الالعاب الترفيهيه داخل الميه. اهلا بيك يا استاذ. اهلا بيك يا فندم. حضرتك النهارده نورتنا، يعني عايزه اقول لك ان ده مكانك، فاحنا اللي ضيوف عندك. اهلا بيكي، مكانك برضو، تشرفي في كل وقت. ربنا يخليك. كلمنا كده عن الصيف، عمل معاك ايه؟ ابتدى ولا لسه هنا؟ الصيف بدأ طبعا من العيد الكبير اللي هو كان فات من كام يوم، وبدأ الزحام وبدأت افواج توافد من خارج الاسكندريه وتيجي عندنا، والناس سعيده بتقضي يوم سعيد وبتروح يوم مبسوطه وبيجوا لنا تاني. فده شيء حلو عشان خاطر كدعايه للشاطئ بعد المشروع الجديد اللي تم ده، اللي هو انشاء الكوبري وانشاء الانفاق الجديده. ادى اسم للشاطئ غير الاول. صح. الالعاب المائيه هي اللي بتدي روح للشاطئ. الانقاذ هو الامن والامان، اللي لما المصيف بيحس بامن وامان بيجي دائما. في اقبال على الالعاب المائيه ولا الاسعار غاليه؟ مش الاسعار دي بتحددها المحافظه، محددها الساعه ب 80 جنيه. تمام. فما فيش مجال للتلاعب بالاسعار. في ايه عندكم العاب مائيه؟ البدال هو ده المصرح بيه، ولكن البدال له يعني مثلا ممكن يتحط عليه زحليقه، ممكن يتحط عليه تنده، بتدي شكل جمالي. لكن مفيش بيتشات، مفيش حاجه تانية، مفيش. الجيت سكي غير مصرح له الا بالانقاذ بس. بيتش باجي ده محتاج رمله واسعه، ما بيمشيش معانا هنا اهوت. الجيت سكي مصرح له بالانقاذ فقط في ظروف معينه. ممكن ناخد الساعه كام بدال هنا ولا هي بالربع ساعه؟ لا هو ربع ساعه قليله قوي، ممكن نص ساعه مثلا. المحافظه معينه الساعه ب 80 جنيه ودي ده سعر موحد طبعا على جميع تسعيره المحافظه. ما حدش يقدر يخالف. بس الناس بتيجي هنا من بدري.
الناس يعني بتيجي اكتر من بالليل من بالليل اصلا. يعني بيصبح عليهم الصبح بيكونوا هم موجودين من بالليل. الناس طبعا الحمد لله طبعا نظرا لما تم في الشاطئ من تجديدات فهم بيحبوا يجوا عندنا طبعا. فعلا المكان مريح جدا، يعني مميز عن باقي الشواطئ. الدليل ان هم بيجوا باستمرار. يعني نفس الناس بتيجي تاني وتاني وتاني وبتيجي ناس جديده. حقيقي حضرتك شرفتنا النهارده وسعدنا جدا بلقائك. اهلا بيك يا ست الكل. شكرا. وبنكمل حلقتنا النهارده مع الاستاذ المسؤول عن الفريق اللي مسؤول عن الشماسي. اهلا بيك يا استاذ. اهلا بيك يا ست عرفنا الكل. باسم حضرتك. انا العمده مصطفى هاشم، رئيس شاطئ البرفاج السياحي الرملي. اهلا وسهلا بيك. حضرتك من اسكندريه؟ لا احنا اساسا صعيده من سوهاج. من سوهاج، احسن ناس. الله يبارك لك. ومقيمين في اسكندريه. احنا من سوهاج. من سوهاج. بس واخدين الشواطئ والفيليجات على مستوى محافظه الاسكندريه. اخبار الشماسي ايه هنا بقى والدنيا هنا؟ الشماسي لا الشغل حاليا يعني يعتبر نص ونص، لسه الصيف ما بداش. الزحمه ما جاتش. لا احنا خدنا يومين العيد كان يعني زحمه شويه. وبعد كده الدنيا بدات تريح، وهو عشمانين في ربنا سبحانه وتعالى ان بنقول ايه يعني الايام اللي جايه ممكن الدنيا تشد شويه ان شاء الله. ان شاء الله. عايز توصل رساله لاي حد في اي حاجه؟ لا انا عايز اوصل رساله للسيد الوزير المحافظ محمد الشريف. بنقول له ان الشاطئ العصافره اللي هو تحت النفق السادات مليان زلط ورمله وقدامنا ورق بالنسبه للمسؤولين. واخده بالك المصيفين، بعض من المصيفين بيشكي من الزلط والحاجات دي. تمام. فاحنا اهم حاجه عندنا لا مؤاخذه محافظه اسكندريه لا مؤاخذه يعني تعتمد على السياحه اولا. يعني واخده بال حضرتك السياحه والبنى. البنى دلوقتي واقف فتره الصيف دي ان احنا اسكندريه تستقبل يعني افواج. فتره اسكندريه دي تحتاج لمؤاخذه يعني بتعتبر تتبني على السياحه في الصيف. فاحنا عايز نوصل للعالم كله وللقاهره جميعا ان عندنا في اسكندريه بنستقبل اكبر افواج سياحيه او مصايف. واخده بال حضرتك. واحنا اتكلمنا مع السيد المحافظ والسيد الدكتور محمد اللي هو رئيس إدارة المصايف والشواطئ. الراجل يعني قال لنا قدموا لنا ورق ودينا هم مستنين لا مؤاخذة وعايزين لا مؤاخذة حفار أو أي حاجة لا مؤاخذة عشان خاطر يعني تنقذنا من البحر. لما بيعلى الزلط بيبدأ يزهق. واخده بال حضرتك. ويهمنا برضو ان المصيف او الزائر عموما يكون مبسوط في اليوم بتاعه. طبعا هو اهم حاجه راحه المصيف. يعني دايما الناس اللي هي وطالعه بتشكي بتقول الزلط والعيال وكده. فاحنا قلنا للساده المسؤولين الزلط ده بيبتدي منين؟ من بدايه الشاطئ ولا ده جوه؟ لا بعد ما خلصوا بنى الكوبري. الزلط فين؟ يعني في بدايه الشاطئ من بره ولا من جوه؟ بدايه الشاطئ من جوه. من جوه. كميه زلط كبيره. واحنا قلنا للساده المسؤولين. تمام. وبقدر الامكان انا بخلي الرجاله اللي معايا موجودين على الشاطئ لما بيظهر حبه زلط بنجيب الرجاله وبنشيلوه. ليه؟ عشان خاطر المصيف يحس بالراحه والامان وبيقضي يوم حلو ان شاء الله. ان شاء الله. مريت مصر العربيه تعالوا صيفوا والبلاجات نظيفه وفيها تجهيزات زياده. واحنا بنخدم الناس اللي مؤاخذه المصيفين وبنحط لهم شماسي زياده وكراسي زياده وترابيزات زياده. ليه؟ عشان يقضوا يومهم حلو. واحنا اولاد مصر كلنا. والله انت نجم مصر. الله يبارك لك يا ست الكل. احنا ناس صعايده بنكرم الضيف والناس الرواد دول يعتبر ضيوفنا في بيتنا. فاحنا بنعمل معاهم بقدر الامكان عشان يقضوا يوم حلو هم واولادهم ويروحوا مبسوطين. احنا سعدنا بلقائك النهارده. خليك يا ست. ونقول للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحيا مصر تحيا مصر تحيا السيسي. بس يا ريت حد يسمع كلمتنا اللي احنا بنوصلها من اجل مصر ومن اجل ان احنا نقدم شواطئ نظيفه يبقى الكل مبسوط والكل يقضي صيف حلو. وكل سنه وانت طيبه. وبنقول للمصريين احنا موجودين هنا واللي عايز يجي نشيله فوق دماغنا. تمام. حضرتك شرفتنا جدا ويوم سعيد عليك وعلى كل الناس. الله يخليك يا ست الكل. شكرا. مشاهدينا الاعزاء برضو لسه بنكمل حلقتنا ومعانا جيت شغال على الشاطئ. فريق منتظم بيتعب، بيصحى الصبح بدري، بينصب الشماسي، بينزل في عز الشمس. كل ده لارضاء الزائر او السائح اللي بيجي من بره. خلونا نتعرف بيهم. اهلا بيك. اهلا بيك يا ستي. اعرف اسم حضرتك؟ اسمي احمد اسماعيل عويس. احمد اسماعيل عويس. انت من اسكندريه طبعا؟ من اسكندريه. صح كده؟ صح. هو اساسنا سوهاج. اساسك من سوهاج. صعيد. وانت هنا من اسكندريه؟ قاعد هنا اسكندريه. صح. حد موفر لك سكن ولا انت بتقعد؟ لا سكن مولودي ومتربين هنا.
مولودين متربين هنا. متربيين هنا. اسمك ايه؟ اسمي بلال حسين منين يا بلال؟ من سوهاج. من سوهاج برضه بس قاعد هنا. قاعد هنا مقيم هنا. يعني انت قاعد معاه؟ ايه؟ قاعد معاه ولا مش؟ لا مش قاعدين معانا. قاعد في مكان لوحدي. قول لنا بقى يومك كده بيبتدي ازاي هنا على الشاطئ؟ والله احنا بصي بنصحوا من الساعة 4 الفجر. بنيجوا بننظموا الشاطئ، بنستقبلوا الناس اللي نازلة على نظافة، بننضفوا وبنشوكوا. تمام. فاهمة؟ وبنلموا الزبالة بتاعت الناس اللي كانت قاعدة من بالليل. وبنستقبلوا الناس اللي داخلة ايه؟ جديدة. من الساعة 4 للساعة 6 المغرب. لغاية من 4 الفجر ل 6 المغرب. ل 6 المغرب؟ ده مش وقت كبير؟ بس هو ده حكم الشغل. ده حكم الشغل. طب هل يعني إدارة الشاطئ مقدرة الكلام ده يعني في المرتب الشهري بتاعك؟ مقدرين كل حاجة. صح كل يعني؟ حاجة مقدرين. تمام. بس أنا شايفة أنت كده بتجتهد جامد جدا. هو بصي حضرتك انا مش شغال لوحدي. تمام. فهو مش الشغل مش كله الشغل مش كله مش عليا لوحدي. فممكن انا اشتغل وغيري يشتغل، كلنا بنشتغل مع بعضينا بنكملوا بعض. ما بتحسيش بالتعب ولا بتحس بالوقت ولا بتحس باي حاجه. تحس ان اليوم بيجري وخلاص. طيب قول لنا كده يا استاذ، قول لنا كده الجست اخباره ايه معاك؟ يعني الجستات هنا حلوه ولا بترخم علينا ولا منتظمين ولا ايه؟ لا الناس الجست هنا كله زي الفل. كله حلو. كله تمام هنا. احنا نتمنى لكم التوفيق الدائم ان شاء الله، وشرفنا بلقائكم وفي مستوى باهر باذن الله. مشاهدينا الاعزاء، خلونا نرحب باول زائر من شاطئ البروفاش. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. تعرف بيك؟ عبد المنعم. منين يا كفر الزيات. كفر الزيات؟ جاي من كفر الزيات لغايه هنا؟ اول مره تيجي هنا؟ بص للكاميرا. لا باجي كل سنه. ايه؟ باجي كل سنه. بتيجي كل سنه، بس الشاطئ ده جديد السنه دي. صح كده؟ ايوه. اخبار الخدمه ايه معاك؟ لا كويسه. كويسه؟ مبسوط؟ الحمد لله. يعني في حد طلب منك رسوم تانية غير 25 جنيه؟ لا. صح؟ يعني انت عارف ان يعني كده حاجه موفره بالنسبه للزائر غير الشواطئ التانية. اكيد طبعا. صح؟ اكيد. ناوي تصيف في حته تانية ولا اكتفيت بالبروفاج؟ على حسب الظروف يعني على حسب الظروف، بس هو الخدمه هنا افضل السنه دي كتير. انت جاي لوحدك ولا انت والمدام ولا انت ومين؟ الاسره كلها. الاسره؟ مش موجودين ليه؟ في الميه. يوم سعيد، يوم سعيد ان شاء الله. ربنا يخليك. شكرا. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، النهارده معانا عيله قويه جدا زي ما انتم شايفين كده. هتعرف على نفر ونشوف ارائهم النهارده في شاطئ البروفاج. معانا اول جست. تعالى معايا قرب شويه. اهلا بيك. اهلا بيك يا عرف بيك الاول، قول لنا اسمك ايه ومنين؟ جلال لطفي محمد. منين؟ من اسكندريه. اسكندريه منين؟ مساكن البحريه. مساكن البحريه؟ ايه رايك في شاطئ البروفاج النهارده؟ هو حلو بس فعلا الرمله فيها اللي في البحر. احنا عملنا شكوى فعلا في الموضوع ده، واستاذ حسن مدير اداره المسؤول عن اداره الشاطئ اتكلم في الموضوع ده وهيحل لنا المشكله دي في اقرب وقت. في اي مشكله تانية قابلتك في الشاطئ؟ لا الحمد لله كله تمام. كله تمام الحمد لله. يعني انت اللي بتنزل الميه والدنيا حلوه؟ لا زمان ما فيش حاجه، ما فيش بس غير اللي بنقول عليه ده بس. انت جاي انت ومين؟ انا والاسره كلها، اخواتي يعني المدام والاخوات فين المدام؟ المدام اهي. فين المدام؟ المدام تعالي لنا معلش. تعالي يا مدام. احنا نجيب. خش على المدام. تعالى معايا. دي المدام اهلا وسهلا بيكي. حضرتك يا انت منوره شاطئ البروفاج. نور حضرتك، ربنا يبارك لك يا رب. بس احنا عايزين نعرف انت نزلتي المايه الاول ولا لا؟ لسه والله ما نزلتش عشان انا رجلي توجعني ما بقدرش انزل المايه. لسه هنزل كمان بس هننزل يعني شويه. شايفه المايه تحفه. تمام الحمد لله. مبسوطه في شاطئ البروفاج؟ الحمد لله. الخدمه هنا كويسه؟ الحمد لله كويسه. تمام الحمد لله. جيتي هنا قبل كده؟ من كتير يعني عشان انا ظروفي تعبانه ما بنخرجش. ربنا يشفيك يا رب. ربنا يشفيك يا رب. الحمد لله. ربنا يبارك. احنا سعداء بوجودك معانا النهارده، وسعداء اكتر بان احنا لما بنشوف ان الناس الزائرين مبسوطين. اخواتي الكبار. تمام. اخت حضرتك، تعال نخش على اخت الاستاذ. اخواتي انا جينا من كام سنه بس ما كانش فيه الخدمات اللي موجوده دلوقتي. كان لسه بقى شاطئ قديم. دلوقتي في مميزات حلوه وفي حاجات كويسه ما كناش شايفينها قبل كده. نزلتي البحر؟ لا لسه هنزل. لازم ننزل. لا لازم انزل. لا حلو، خدمات جميله والناس هنا بصراحه يعني مرايه الناس. تمام. انا شايفه في حفله هنا. حلو. لا جميل حلو، العائلات مرتاحه هنا الحمد لله. تمام. الحمد لله. استاذ تعالى قرب. ايه قول لنا انت تبع ايه؟ تبع مين فيهم؟ لا دي امي وكلهم عيلتي يعني. ربنا يخليك. ودي مراتك. انت مشرفنا النهارده في البروفاج انت والاستاذه. ربنا يخليك. تمام.
في حاجه عايز تضيفها النهارده في شاطئ بروفاش؟ لا تمام، بس يشيلوا الزلط من الميه بس. هنشيله خالص. ما هو اهم حاجه الزلط بس كل حاجه تمام يعني الخدمه تمام. الشواطئ من الشواطئ. لا هو الخدمه تمام وكل حاجه تمام بسم الله ما شاء الله يعني. بالظبط كل حاجه تمام يعني. عايز تقولي حاجه لازم اطلعك. تعالى يا باشا. هي افضل لا هو الصراحه شاطئ كويس بس هو الزلط بس يعني الشاطئ كويس بس لا والطريقه كمان حلوه. واضح ان انت نزلتي المايه مبلوله ووش احمر كله طبيعي. اتظبطت يعني. القمر دي اسمها ايه؟ خالد. اوه ربنا يخلولك يا رب. ربنا يخلولك. طبعا احنا النهارده سعداء بوجود الاسره الكريمه وبعض الجستات. تمام، وان شاء الله نشوفكم في لقاءات تانية في شواطئ مختلفه. شكرا ليكم واستنوني في حلقه جديده. كانت معكم هبه جابر. في نهايه اللقاء حابه اشكر الاستاذ اللي تعب معايا بجد في التصوير، كابتن يحيى. انا متشكره جدا لتعبك معايا النهارده في التصوير. ولا يهمك عادي. تمام. عايز تقول حاجه لاصحابك حبايبك لاي حاجه في الدنيا؟ عايز توصل لهم رساله؟ ممكن تعالوا عندنا الشاطئ وهنظبطكم اخر تظبيط عادي مكانكم. يا تظبيط. ومعانا علاء برضو من الناس اللي اجتهدت معايا النهارده بصراحه، وكان بيجري على الجستات. تمام، واشتغل معايا شغل جامد. انا طبعا بشكره على الهوا، وحابه اقول له مثلا حابب تقول حاجه لاي حد انت عايز توصله رساله؟ ونتمنى اي حد يجوا يشرفونا، واحنا عندنا السياح بيجوا والاجانب وبنقعدوهم وبنعرفوا نتعاملوا معاهم، والشاطئ تعمل معاهم واجب يعني؟ بنظبطوا معاهم الدنيا وبنظبطوا شماسي وكراسي وكده. يعني هتعمل واجب معاهم؟ هنعملوا واجب. طب انا لو جيت هتعمل معايا واجب؟ انت تيجي وتنوروا وتشرفينا في اي وقت. انت راجل محترم على فكره. شكرا ليكم اعزائي المتابعين واستنوني في حلقه جديده.